عارف انت شويه العلف البودره اللي بيتبقوا دايما في ارضيه العلافات، وناس تقول لك ده دول اللي فيهم الغذاء كله، وناس تقول لك ده دي السموم وهتقتل فراخك. انا جاي لك النهارده اقول لك باختصار شويه العلف البودره دول عباره عن ايه وتعمل فيهم ايه. مبدئيا كده عايزك تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا كلنا بنحط العلف في العلافات، وطبعا كلنا عارفين ان الفرخ الابيض بيفضل ينقر وياكل الحبايه الخشنه ويسيب العلف البودره او اللي هو الفتافيت او المهرود في ارضيه العلافه. وفي ناس بتقوم جايه مفضيه علف فوق منه على طول، وفي ناس بتاخده ترميه. طيب، مبدئيا كده انا عايز اقول لك ان شويه العلف اللي هم البودره اللي بتهردهم وبيقعوا في ارضيه العلافه دول الخلاصه في العلف. بمعنى ايه؟ عايز اقول لك ان البودره ديت بيبقى فيها التركيبات بتاعه العلف، بيبقى فيها الادويه اللي هم حاطينها في العلف، بيبقى فيها البريمكسات او الاضافات بتاعه العلف، بيبقى فيها فيتامينات واملاح. يعني بيكون فيها غذاء كويس جدا جدا جدا. طيب، برضو عايز اقول لك ان شويه البودره دول على قد ما فيهم الغذاء ده كله، ولكن لو اتسابوا في الداير بتاع العلافات وحطيت عليهم العلف باستمرار، والفرخ ياكل العلف الجديد ويسيب القديم، فهيبدا الفرخ نفسه على العلف ده هيبدا يعمل له رطوبه، هيبدا يكون فطريات، هيبدا يعمل معاك سموم عاليه جدا. يجي الفرخ ياكل منه يعمل له مشاكل او سموم بتروح على الكبد بتبهدل الكبد. يبقى انت شويه العلف البودره دول سلاح ذو حدين. يعني هم فيهم الشفاء بتاع العلف كله، وفي نفس الوقت فيهم السم بتاع العلف كله، وانت اللي بايدك تقدر تستفاد منهم او تقدر تضر منهم. تستفاد منهم ازاي؟ طيب، تستفاد منهم انك لما تيجي مثلا تحط العلف في العلافات والفراخ اكلت العلف الحبايات الكبيره كلها وسابت الشويه البودره دول، ما تحطش علف جديد غير لما الفراخ تتقرص من الجوع وتاكل الشويه اللي في البودره دول طازه اول باول، وتمسح العلافات خالص. فهتيجي انت بقى تحط علف، تيجي انت تحط علف جديد، تقوم لو لسه في بواقي صغيره او قليله جدا تقوم لاممها وترميها توديها البيت بقى تتحط لطيور تانية زي بط او غيره. يبقى انت كده بقدر الامكان اول حاجه تحط العلف يخلص يتبقى شويه البودره، تسيب الفراخ تكنسهم خالص وتمسحهم خالص وتنظف العلافات بتاعتك وتحط العلف الجديد على النظافه وهكذا. لكن انك تسيب البودره وتحط فوق منها علف وتسيبها تاني وتحط فوق منها علف، فانت كده بتعمل خزان سموم جوه العلافه بتاعتك للفراخ. ربنا ما يخسر اي حد ابدا. ولو شايف انك استفدت من الفيديو بتاعنا بلاش تبخل علينا بلايك وبشير وبتعليق، وما تنساش